Yo, what the Y la verdad que no sé. Ay, la concha, olor a algo ahí. Sora. هذا الفيديو سجل في أحد المدارس. كان الطالب يصور عندما لمح وجها يطل عليه، وعندما ذهب للتحقيق في الأمر اختفت الروح تماما. تبدو الروح نفسها ضبابية جدا، فهل هذا شبح أم فقط خدع؟ ربما يمكن لشخص لديه معرفة أكبر بالمؤثرات الخاصة أن يعطيني مزيدا من المعلومات. أخذ ريان لورين أحد مستخدمي اليوتيوب قميصا للمكتب وألقى به هكذا على الرف بعفوية. بعد فترة من الوقت عاد إلى المكان ووجد أن قطعة الغسيل المهملة قد تحولت بطريقة ما، وبدأ التحول يحدث أمام عينيه. أخذ ريان الكاميرا بسرعة لتوثيق هذا الحدث الخارق لقميص الذي يأخذ مظهر وجه شيطاني ينظر إلى اليسار. إذا كنت لا تراه فإن التحول لم يكتمل بعد. تخرج الكاميرا على التركيز لفترة وجيزة جدا، حيث يكافح لورين للتكبير أثناء اقتراب الحدث. وعندما تصحح الكاميرا نفسها ولمدة دقيقة 1:47 ثانية في الفيديو، سترى أنه يحتوي الآن على قطعة عميقة جدا، وجه شيطاني مع أنف حاد. قطعة غريبة جدا. هل هذه مزحة؟ إذا كان الأمر كذلك فأنا لا أعرف كيف فعلوا ذلك، لأنه لا يمكن تشكيل قميص معلق بهذه الطريقة وطيها على هذا الشكل، شكل وجه شيطاني الذي لا أعتقده سيبقى هكذا لفترة طويلة أثناء التصوير. دانيال القاطن في نورث كارولينا عاد لتوه من رحلة صيد عندما سمع بالصدفة شيئا غريبا قادما من مرحاض عام. في الأول ظن أنه صوت حيوان غريب، ولكن عندما اقترب من المرحاض وهو يصور بهاتفه اتضح أنه ليس حيوانا على الإطلاق. لنشاهد. Yo, what the What the? Bro. There's nobody in here. Yo! صوت المرأة واضح ويائسا للحصول على أي مساعدة من داخل دورة المياه العامة. دخل دانيال لتفحص المكان ولكن لم يجد أحد هناك. انبهر دانيال بما سمعه ونشر هذا المقطع على التيك توك، ويعتقد العديد من المشاهدين القلقين أنه ربما قد تكون روح عالقة قتلت في ذلك المكان أو شيء آخر. Yo, what the يعد الفيديو التالي غريبا جدا وغامضا بعض الشيء، حيث تم نشره منذ ما يقارب 13 عاما على قناة يوتيوب مجهولة تسمى لوبرون.
في وصف الفيديو يقول أنه كان هو وصديقه يتسكعان في الطابق السفلي في منزلهما المشترك للمرة الأخيرة قبل مغادرته، يسجلان بعض مقاطع الفيديو ولتذكر الوقت الذي قضاهما في منزلهما القديم. فأخذت الأمور منعطفا مخيفا جدا. لنشاهد. Lois, what are you doing? Dude, come on, man. I just lost like 50 bucks in cards. You can get over it. I know. I'm just have to. Daka, what are you doing over there? I think I found a mouse in here somewhere. Are you serious? Dude. It's stuck. I can't find it. Turn the lights on. Turn the lights on. Dude, I'm not standing Turn the with a lights on. mouse. Turn the lights on. I'm not standing I'll with a do mouse. this. I'll do I it. can't see anything. There's no mouse in here. There's something in there. I There's saw. not. Did you get it? I can't see it. I'm doing something. Did you get the mouse trap? Yeah. Mouse is really anything. Alright, whatever. هل رأيته؟ كان هناك شخص مخيف ذو وجه مخيف واقفا وراء الطالب، وكانوا جميعا في منطقة التخزين بالطابق السفلي، وعندما طلب منهم تشغيل الضوء لم يجدوا شيئا هناك. فهل هذه المجموعة صورت حقا شيئا خارقا للطبيعة بالطابق السفلي أم أنها فقط خدعة؟ هذه الفتاة مرت بنشاط خارق للطبيعة وغريب في منزلها في الأرجنتين. كانت في المنزل بمفردها ذات ليلة عندما بدأت بسماع أصوات غريبة قادمة من الطابق السفلي. Hola gente, otra vez el ruido ese. Me gusta hacer una compañía hoy, pero ya estoy sola. Todo el día se escucha un ruido de abajo y la verdad que no sé. Ay, la contra, olor a algo ahí. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. صوفيا لمحت وجها أسودا ويدين يتجهان نحوها ببطء وبطريقة مخيفة. إذا لم تروا جيدا فكان هذا الشيء المخيف يزحف أسفل الدرج، ولكن صوفيا ليست جبانة. نزلت السلالم بسرعة فائقة آملة التصوير ما حدث عن قرب، ولكن عند وصولها لأسفل الدرج اختفت اليدين تماما ولم تجد أحدا هناك. فهل فعلا التقطت شيئا خارقا للطبيعة للتو أم أنه فقط خدعة من خدع التيك توك؟ غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن يتلقى إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وأتمنى من كل قلبي ترك إعجاب وتعليق على الفيديو. تحية كبيرة لكل عشاق الرعب. أتمنى لكم ليلة سعيدة ومخيفة طبعا. نتلاقوا فيديو جديد. يلا باي.